استفسار اكتب لنا في التعليق. انتهت مسابقات البطولة العربية العشرين لألعاب القوى للشباب والشابات، والتي أقامت على ملعب هيئة قناة السويس بجمهورية مصر العربية خلال المدة من 8 إلى 11 مايو 2024. وفاز بالمركز الأول المغرب ب11 ذهب، 9 فضة، برونز 13. الإجمالي عدد الميداليات 33 ميدالية. وفاز بالمركز الثالث مصر المستضيفة 32 ميدالية، 11 برونز، 3 فضة، 4 ذهب. وفاز بالمركز الرابع قطر بعدد 8 ميداليات، ميدالية برونز، 3 فضة، 4 ذهب. وفاز بالمركز الخامس السعودية 8 ميداليات، 3 ذهب، 4 برونز، 1 فضة. وفاز بالمركز السادس البحرين 3 ذهب، 1 فضة، 1 برونز، عدد الميداليات 5. وفاز بالمركز السادس تونس 3 ذهب، 5 برونز، عدد الميداليات 8. وفاز بالمركز السابع الكويت ميدالية ذهب، ميدالية فضة، 2 برونز، عدد الميداليات 4. استفسار اكتب لنا في التعليق. انتهت مسابقات البطولة العربية العشرين لألعاب القوى للشباب والشابات، والتي أقامت على ملعب هيئة قناة السويس بجمهورية مصر العربية خلال المدة من 8 إلى 11 مايو 2024. وفاز بالمركز الأول المغرب ب11 ذهب، 9 فضة، برونز 13. الإجمالي عدد الميداليات 33 ميدالية. وفاز بالمركز الثالث مصر المستضيفة 32 ميدالية، 11 برونز، 3 فضة، 4 ذهب. وفاز بالمركز الرابع قطر بعدد 8 ميداليات، ميدالية برونز، 3 فضة، 4 ذهب. وفاز بالمركز الخامس السعودية 8 ميداليات، 3 ذهب، 4 برونز، 1 فضة. وفاز بالمركز السادس البحرين 3 ذهب، 1 فضة، 1 برونز، عدد الميداليات 5. وفاز بالمركز السادس تونس 3 ذهب، 5 برونز، عدد الميداليات 8. وفاز بالمركز السابع الكويت ميدالية ذهب، ميدالية فضة، 2 برونز، عدد الميداليات 4. استفسار اكتب لنا في التعليق. انتهت مسابقات البطولة العربية العشرين لألعاب القوى للشباب والشابات، والتي أقامت على ملعب هيئة قناة السويس بجمهورية مصر العربية خلال المدة من 8 إلى 11 مايو 2024. وفاز بالمركز الأول المغرب ب11 ذهب، 9 فضة، برونز 13. الإجمالي عدد الميداليات 33 ميدالية. وفاز بالمركز الثالث مصر المستضيفة